السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعد أوقاتكم أصدقائي. اليوم رح نحكي عن فوز النصر بالبطولة العربية، البطولة الشيقة بمحترفيها والنجوم الأوروبيين اللي شفناهم بصراحة. طبعا المباراة كانت شيقة كتير، جديرة أن تكون نهائي، والفريقين بيملكوا نجوم ما شاء الله. يعني عم نتفرج على المباراة نحن عم نقول مو معقول هذا هو يعني الفرق السعودية. والله أول شيء أنا ما صدقت، كوليبالي، كريستيانو رونالدو، سافيتش، يعني ساديو ماني. عن جد يعني بتطلع على الفريقين بتقول هدول الفريقين أحسن من فرق أوروبية بالأسماء الموجودة عنده. مثل ما ذكرنا المباراة كانت تليق بنهائي، وعريس الليلة كان كريستيانو رونالدو، وراح نحكي عليه أكتر وأكتر. طبعا لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتساعدونا بتكبير القناة، ويسعد أوقاتكم جميعا. يا جماعة كريستيانو رونالدو أكيد حكينا عليه كتير، اللي بيحبه واللي بيكرهه، بس يا جماعة هالشغف عند هذا اللاعب شو قصته؟ يعني لاعب عمره 39 سنة يا جماعة، بيطلع من الملعب مصاب ورايح يبكي بده يكمل لعب، بيسجل الهدف الأول كان عم يسجله بنهائي دوري الأبطال. الشغف الموجود عند هذا اللاعب لازم اللاعبين الحاليين كلهم يتعلموا منه، يتعلموا نص اللي عند كريستيانو رونالدو. عن جد يعني لاعب ما بيشبع، لاعب الشغف عنده بيولد توليد مع الماء والهواء. كل اللاعبين الحاليين هلا ما رح نذكر اسمائهم، بس كلهم راقدين على المال، كلهم راقدين على العقود، كلهم راقدين على المكافآت، كلهم راقدين على مكافآت عن جد روحوا شوفوا كريستيانو شو عم يعمل بالدوري السعودي، روحوا شوفوا ميسي ما صار له اسبوعين بامريكا شو عم يعمل. يعني بتطلع على هدوليك اللاعبين وبتجي بتطلع على لاعبين اليوم بتقول شتان بين هدول، وما بتصلوا لربع اللي وصل عليه ميسي وكريستيانو رونالدو. طبعا اللاعبين المحترفين قدموا اداء ممتاز، وهذا انعكس على اللاعبين المحليين السعوديين. يعني سالم الدوسري يعني بتطلع عليه بتقول هذا صار لاعب اوروبي. يعني عن جد عم يتعلم من اللي جنبه، من اللي وراه، من اللي قدامه. اداء حلو. مقابل النصر يعني عرف يتعامل مع المباراة، وعرف يتعامل مع هيبة الهلال طول البطولة عم يعطي هيبة، عم يعطي تقل في الملعب، عم يعطي رسائل لكل الفرق انه هو زعيم بحق زعيم يعني. بس النصر عرف كيف يتعامل، وكان حضور اللاعبين طاغي على المباراة. طبعا بمين رح نشيد؟ بكريستيانو ولا بساديو ماني ولا بروزوفيتش؟ يعني عن جد هنيئا لجماهير النصر بهذا الفريق. طبعا عرفنا انه حارس الهلال محمد العويس هو نجم الهلال. ليش؟ لانه كان في ضغط من النصر واستطاع انه يحمي عرين الهلال باكثر من هدف. هذا بدل على شو؟ بدل على انه النصر كان مسيطر. يعني الهلال قدم بطولة رائعة باستثناء المباراة النهائية. باستثناء المباراة النهائية عن جد ما كان هذا الهلال وما كان هذا الزعيم وما كانت جماهير الهلال بتتمنى انه يكون اداء الهلال بهذا الشكل. النصر اتوحش يعني اتته هي المباراة النهائية وكأنه عم يلعب على نهائي بطولة رسمية، وقدم اداء بكل صراحة، اداء رائع. لانه اللي بيشوف اداء الهلال برجع بقول بالبطولة، انا توقعت فوز الهلال بالبطولة، توقعت انه راح يفوز على النصر. بس طبعا في بعض الجماهير متنادية على السوشيال ميديا انه صرعتونا مباراة ودية، بطولة ودية. لا يا جماعة، مو القصة هيك. قصة البطولة هاي الودية نحن بكنا وقت ميركاتو، ووقت صار فيه ملل من اخبار الميركاتو والاخبار الزائفة، فاجتنا هي البطولة مثل متنفس إلنا. يعني أنا من ناحيتي لو كنت تقولي مباراة هلال ونصر قبل ما يجوا هالمحترفين هدول، كنت يا بشوفها يا بشوف الشوط الثاني يا هيك يعني. بس بوجود هالنجوم وهالمحترفين في شي بشدك، في شي بيقول لك لا بدي تابع المباراة. طبعا دخول عدد كبير من
المحترفين إلى هاي الفرق السعودية ضافت حماس إلى البطولة. نعم مزبوط يا جماهير الهلال، هي بطولة ودية، نعم هي بالأخير مباراة ودية، بس الحماس اللي رافق البطولة عن جد يعني صرنا نقول هاي بطولة مثل بطولة الأندية الآسيوية، يعني أبطال أندية آسيا، ويمكن تكون يعني شو بتختلف عن أندية آسيا غير فريق ياباني وفريق فريقين كوري؟ يعني بطولة كان فيها فرق كتير قوية. طبعا هلا هي البطولة مثل صار التحضير للدوري السعودي اللي بده يصير أقوى طبعا، وكل الفرق يعني صارت على المحك انه شافت مستويات الفرق التانية كيف رح تكمل دعم صفوفها، كيف رح تباشر بالدوري السعودي. يعني الحقيقة قربت، خاصة اننا بنعرف انه الاهلي ما مشارك بهالبطولة، وعم يشوف الهلال والنصر والاتحاد كيف عم يقدموا المستويات الحلوة في البطولة. هلا رح يجهزوا حالهم للدوري بالاضافة الى دوري ابطال آسيا. ألف ألف مبروك لجماهير النصر السعودي، وهارد لك لجماهير الزعيم. بنتمنى هاي البطولة ما توقف لهون وبس، بنتمنى انه تنعاد السنة اللي جاي، لانه بطولة حلوة، بطولة شيقة، ومن هون للسنة الجاي رح يصير ميركاتو شتوي وميركاتو صيفي آخر، وبجوز النصر والهلال والاتحاد والاتفاق رح يجيبوا ضعف هاللاعبين النجوم الأوروبيين، ورح نشوفهم في الأندية السعودية. يسعد أوقاتكم جميعا، ألف مبروك مرة تانية جماهير النصر، ولا تنسونا باللايك والاشتراك لتدعمونا، ويسعد أوقاتكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.